نيكول تفضلي. مساء الخير يا شيخ. مرحبا بكم، حياكم الله. شيخ كنت بدي أسأل، لو وحدة كانت بتفتكر وكانت تفكر انها تترك الاسلام قبل رمضان وجاء عليها رمضان وكانت مسيحية واسلمت بعد رمضان، تقضي رمضان ولا ما تقضيه؟ لا ما تقضي رمضان، ما تقضي. فبدي السؤال الثاني، الحج يكون طيب واجب عليها؟ نيكول هي أنت ولا غيرها؟ أنا يا شيخ أنا. ما شاء الله، أسلمتي بعد رمضان؟ نعم. ماذا كنتي؟ مسيحية. الحمد لله، الله يثبت قلبك وينور بصيرتك. آمين يا شيخ. متى أسلمتي؟ قبل كم يوم؟ 4 أيام. الحمد لله. طيب كيف أسلمتي؟ ما هو سبب دخولك في الإسلام؟ صديقة لي كانت قابلتها في صالون تجميل، أعطتني رقمها وقعدت تتواصل معي وتقنعني عن الإسلام وتوفت يا شيخ. سبحان الله. توفت يا شيخ، أمس توفت. أمس توفت بعدما أسلمتي على يدها؟ إيه يا شيخ، علمتها أني أسلمت وهي اللي أطلعت لي الشهادة في الصباح وتوفت بعد المغرب. لا إله. إيش سبب وفاتها؟ حادث سيارة. لا إله. أبى الله أن تموت إلا وقد دخلت في ميزان حسناتها. الحمد لله. الله يثبت قلبك، لكن إن شاء الله تعالى أن أهلك ما يعملوا لك إن شاء الله بإذن الله مشكلة، وأنك تثبتين على دينك. طيب يا شيخ، لو أهلي ما كانوا راضين عن الإسلام هل هذا يعتبر عصيان إلهم؟ لا ليس شرطا. أنا أنصحك أختي ألا تخبري أهلك بإسلامك إلا بعد. بدي أقضي الشعائر، صلاة، صيام، كيف بدي أعمل؟ طيب أنا هلا في السعودية أتعامل، بعدين بدي أرجع لبلدي، كيف بدي أعمل؟ الصيام لسه باقي عليه 11 شهر، نحن بقي على رمضان 11 شهر، لكن الصلاة إذا كنت عندهم فصلي سرا حتى. بدي حج يا شيخ. أي ما هي مشكلة، حجي. أهلك في سوريا ليسوا في السعودية ولا لا؟ إيه طيب يمكن أن تحجي، لكن إذا كان ذهبت إلى هناك وأنت تخافين إن أظهرت إسلامك أن يعملوا لك مشكلة، فصلي سرا، وإن اضطررت إلى جمع الصلاة فاجمعيها حتى يتمكن الإمام من قلبك، وبإذن الله أسأل الله أن يوفقك وأن يثبتك على دينه. طيب يا شيخ عندي أسئلة كثير. طيب تعطيني الآن ما يتيسر منها. طيب هلا عندنا عيد الكريسماس ولازم نروح الكنيسة ونأدي صلوات، شو بدي أعمل؟ أنا حكون عند أهلي. أنت بتطلعين إجازة يعني هناك؟ إيه. طبعا الأولى لا يجوز لك أن تذهبي وتحتفلي معهم، لكن إن كان تخلفك عن ذلك بسبب لك مشكلة وفتنة في دينك وضرب وحبس لك في البيت ونحو ذلك، فإن ذهبت ومررت مرورا سريعا، أو لو قلت لهم مثل ما قال إبراهيم إني سقيم، لو قلت أنا مريضة وعندي صداع شديد وما أستطيع أني أذهب، يعني اعملي أي عذر. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. رقمك لأني بدي أتواصل معك، أنا جديدة على الإسلام وماني عارفة أي شيء. طيب أنت يا أختي في الرياض ولا خارج الرياض؟ خارج الرياض. طيب احرصي في المنطقة التي أنت فيها أن تحاولي أن تشتركي في شيء من دور تحفيظ القرآن، عندهم محاضرات وعندهم خير تستفيدين منه. طيب شكرا يا شيخ. الله يثبت قلبك وينور بصيرتك يا رب. شكرا، مع السلامة. بارك الله فيكم، الله يحفظك.